السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير. النهارده معاكم فيديو جديد كده ويوم جديد، يارب كده ايامكم كلها تكون في طاعة ربنا وتكونوا بصحة وعافية، امين يا رب العالمين، احنا وانتوا والمسلمين يا رب. النهارده كده بقى بدأت معاكم الفيديو، كنت بحضر لتاليا اللانش بوكس بتاعها. فالمهم بقى حضرتلها زي ما شفتوا كده السندوتشات، هي مبتحبش بقى في اللانش بوكس اي خضار ولا اي فاكهه، الحاجات دي ممكن اكلها في البيت، بس بالنسبه لها يعني طالما رايحه المدرسه فاحط لي بقى حاجات حلوه، يعني المفروض تعوديني بقى ان انا صاحيه بدري من نازله في ان انا عايزه ايه، الاقي حاجات حلوه في اللانش بوكس وكده. فالمهم بحاول يعني ايه اديها كده حاجات يعني يبقى سناك وفي نفس الوقت يعني ما تبقاش فيها سكريات كتير. فبحط لها بقى بسكوت تمر ومع سندوتشات ويعني وشوية سناكس كده، جوليو او شيتوس، اي حاجة من الحاجات اللي بتحبها. المهم بقى كده بنزلها وبعدين ببدأ بقى ايه اخد كده لفة سريعة في الشقة، الترويق السريع بتاع كل يوم دوت. فتحت كده الشقة كده وهويتها، وابدأ ان انا بقى ايه اشغل القرآن. وطبعا الاول خلصت بقى الورد بتاعي، وزي ما احنا متعودين مع بعض كده بحاول ان انا احافظ على قراءة سورة البقرة، يعني بتحفظ من كل شر يعني ادعولي كده ربنا يتم شفايا على خير ان شاء الله. فببدأ بقى ان انا ايه ألملم بقى وراها كده، يعني بالليل بقى بعد ما انيمها ممكن اعمل اللفة دي، الم اللعب بتاعتها والحاجات دي، وممكن اسيبها لتاني يوم. فمكنتش قادرة بقى الصراحة بالليل ان انا اعمل الكلام ده، فقلت هسيبه بقى ايه للجولة بتاعة الصبح بعد ما تمشي، بعد ما بشوف بقى بالسلامة كده، وبنحفظ اولادنا واولادكم جميعا يا رب. عملت بقى كده زي ما انتوا شفتوا، وبعدين لميت بقى اللعبة بتاعتها، انا عامله لها بوكس كده في كل الحاجات اللي هي يعني ايه بتلعب بيها. طبعا دي مش كل العابها، انا في باسكتين العاب شايلاهم طبعا من قدامها، لان كل ده كان بيتفرط على الارض وانا اللي كنت بلم، وهي طبعا حب شويه تلم معايا وشويه ما تلمش، فقلت وانا ليه هعمل لها كده بوكس فيه كل الالعاب اللي هي بتحبها واحطها لها، وهي ما تعوز بقى لعبه تانية من البوكسات التانية وكده بطلعها لها، وبعدين بترجع ترجعها مكانها تاني. ودول ما عنديش مشكله بقى ان دولت يتنطوروا كده يمين شمال، يعني بسيبها تلعب براحتها وكل حاجه، بس ما تبقاش فيه الفوضى الكاملة اللي بتخلي الواحد اعصابه تعبانة دي. صراحة الواحد ما بيقدرش يقعد في الفوضى يعني زيادة عن اللزوم. بتبقى الدنيا مكركبة ومليانة لعب، بس يعني ايه الواحد يعرف يتحرك في المكان بس. ربنا يحفظهم ويديهم كده يعني الصحة، ويفضلوا يلعبوا ويتعبونا معاهم. احنا اصلا يعني مهمتنا ان احنا يعني نفضل نحافظ عليهم، وربنا يحفظهم يا رب. فالمهم بقى ايه خلصت كده الجولة بتاعت اوضة اللعب والليفينج، وروقت بقى السراير، وبعدين دخلت بقى على المطبخ وشوفت المطبخ بقى كان عامل ازاي. كان فوضى الصراحة، بس انا كنت بقى اليومين كان دراعي بقى وجعني ومكنتش قادرة ان انا ايه يعني اعمل اي حاجة. فقلت يعني ما يجراش حاجة، الواحد يريح شوية، ما يجيش على نفسه، لما يبقى كويس وقادر ان هو يعمل يقوم يعمل. هي الدنيا يعني مش هتطير، بس طالما احنا يعني قادرين نعمل بنعمل، عايزين نحسن صحتنا محتاجة تريح بنريح. ربنا يدينا الصحة ويمتعنا بصحتنا، امين يا رب، احنا وانتوا يا رب. فالمهم بقى دخلت على المطبخ، قلت مش هينفع ان انا اسيبه كده، فطبعا كل المواعين دي كده مش هغسلها، فضيت بقى غسلت الاطباق، كان فيها شوية كده عجينة رز ورصيتهم، وقلت ايه هبدأ بقى اشطف الحاجات دي كلها. الفرشة دي بصراحة طلعت حلوة قوي مع الأطباق بتاعة يعني اللي أنا ادخلها في الغسالة، لأني كنت لو في حاجة مثلا لازقة ولا حاجة كنت بقى اغسلها بالليفة وكده، فدي أسهل كتير من غير صابون ولا حاجة. هي كده تحت المية بنزل فيها أي رواسب أو أي حاجة في الأطباق، بحيث عشان الفلتر بتاع الغسالة ما يبص معايا. بس هما كلهم كانوا شوية أطباق على كوبايات، بس المشكلة ان الحاجات دي ما بتسيبيها طبعا يوم والتاني بتزيد بتكتر، يعني الأول كنت مثلا باخد
مواعين اول باول كدا بغسلها بحيث انها متتكومش عليا بس طبعا وقت التعب وانتي بتبقي مش قادره فبتلاقي الحاجات غصب عنك اتكومت كتير فبتضطري ان انتي بقي تلجئي بقي للغسالة او اي حد يساعدك انا خلصت هنا بقي كدا رصيتهم واللي كانوا عايزين يتغسلوا يعني غسلتهم وبس وقومت بقي واخده كدا الحوض رشيت فيه الكلوركس زي ما انا قايلهالكوا كدا بحطه في ارضية الحوض صراحة جميل جدا وبيحافظ على لمعانه كمان وريحته بتبقى حلوة حتى لو غاسلة فيه سمك او غاسلة فيه اي حاجة بتبقى ريحته حلوة جدا بدأت بقي اخد الأزايز كدا انا دايما يعني في كل حد فينا ليه ازازة بملاها واسيبها وفي ازازة طبعا بملاها احتياطي على جنب والشفشق دوت عشان خاطر الكاتل وكدا هنعمل شاي هنعمل اي حاجة عشان الموتور بياخد وقت بقي على ما بيشتغل ويطلع ميه فوجع قلب يعني فدايما ببقي مخليه فيه شفشق مليان جنب الكاتل بحيث ان انا افضي منه في الكاتل على طول بس بملاهم بقي كدا كلهم وخلاص كدا ده كان روتين خفيف خالص صباحي يعني كان الصبح كدا بدري بعد ما توتي مشت وبعديها بقي بريح شوية ساعتين ولا حاجة او لحد الضهر كدا واقوم بقي اشوف النهارده هعمل غدا ايه تكون هي جت اقعد معاها شوية اكلها يعني وتبدأي بقي تشوفي اليوم فيه ايه بس حبايبي ده كان الفيديو يارب يكون فيديو خفيف كدا ولطيف عليكم ومتنسيش بقى اللايك والشير اشوفكم في حفظ الله مع السلامة